بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ ام يوسف. ان شاء الله هنعمل اكله اقتصاديه، اكله سمك اقتصاديه النهارده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهارده نزلت السوق، لقيت السمك ده بيتباع في السوق. محدش يعرف اسمه ايه؟ اللي يعرف اسمه يقول لي عليه. اللهم صل على النبي. لقيته ب50 جنيه، رحت جايبه كيلو. جبت نص كيلو رز. احنا عندنا بصلتين وعندنا ليمونتين وعندنا هنا توم وعندنا فلفل احمر وعندنا كزبره وعندنا كمون وعندنا 7 بهارات. وهحيق السمك، يعني هحدق السمك بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، لقيته ما شاء الله حلو، عامل زي الجزل اهو، جميل. فالراجل نضفهولي. انا معرفش اسمه ايه بقى، واللي يقول لي وقولوا لي اسمه ايه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وقولوا لي اسمه ايه عشان مش عارفه اسمه الصراحه. وحبايبي بصوا، بعصر الليمون اهوت على عصرت الليمونتين على اللهم صل على النبي على الثوم. وبعد كده هحيق السمك اهوت. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، ملحنا السمك اهوت، وهنبتدي بقى نعمل في الرز. بصوا حبايبي، هعمل الرز اهوت. بسم الله ما شاء الله. هحط ربع معلقه كركم وربع معلقه كاري، ماشي، وهشوحهم كده واحط عليهم البصل. بصوا ريحه التوابل، ريحتها هتطلع عليا كده، واحط عليها البصل. بصي، وعندي معلقه سكر اهيت، ماشي. البصل بسم الله ما شاء الله قرب يتحمر اهوت. واقوم حاطه ايه، مفوده معلقه من التتبيله، من بتاعه التتبيله، ماشي. حبايبي هتحمرت اهيت، واقوم حاطه رز بقى كده، ماشي. وهشوحه بقى وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، حطيت الميه بتاعه الرز اهيت، وهسيبه يستوي، وهقلي السمك بقى. بصوا حبايبي ما شاء الله، حطينا الزيت اهوت، وعندنا السمك اهو. انتوا عارفين الطريقه بتاعه الميه دي ما شاء الله بتخلي الزيت ما يتحرقش. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقولي لي هو في سمك ب50 جنيه؟ يا جماعه، انا نزلت عند اختي، رحت عندها واخر النهار نزلنا السوق، فلقينا السمك ما شاء الله ايه عند الراجل دوت، لقيناه ب50 جنيه اخر النهار. فاكله اقتصاديه بقى قلنا ونعملها بقى، والف هنا وشفا. بصوا حبايبي، اهو السمك بيتحمر اهوت. بصوا الزيت من حركه الميه ديت اللي انت تحطيها فيه، بصوا الزيت بيبقى نضيف ازاي. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، خلصنا السمك اهوت، واحنا عملنا الرز اهو ما شاء الله، طعمه جميل، والسمك اقتصادي اهوت زي ما قلت لكم. وبصوا ما شاء الله تبارك الله، بصوا الزيت ما اتحرقش ازاي لغايه لما خلصنا السمك كله، والزيت زي ما هو نضيف اهو، يعني ممكن تقلي فيه كمان قليه. وقولوا لي ايه رايكم بقى، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، واعملوا لي شير ولايك بقى، وقولوا لي انتوا منين بتتابعوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.